السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك السبونج الجاهز. لان كده اكتشفت ان في ناس بيخلطوا بين السبونج الجاهز والسبونج البيتي. السبونج الجاهز مش بيضاف عليه اي حاجة، سواء البيكنج باودر او سكر أو يعني هو مكوناته منه فيه، مش بيحتاج غير مكونات هنشوفها واحنا شغالين. انما الاسبونج البيتي مكوناته اكتر طبعا واضافاته اكتر، هنبقى نشوفها في فيديو منفصل باستفاضة وبايضاح اكتر في بعد كده. النهاردة هنعمل جاهز. عايزة كمان اقول ان الكيك السنجي عموما لا بيتحط فيه لا زيت ولا سمنة ولا لبن ولا الكلام ده خالص. يلا نقول بسم الله ونشوف الطريقة الصحيحة والمقادير. معايا نص كيلو سبونج جاهز شوكولاتة، 6 بيضات ولو صغير يبقى 7، نص كوباية مية دافية، 50 جرام محسن جل أو معلقة كبيرة، 2 باكت فانيليا، رشة ملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. ولو مش عايزاها ممكن تستغني عنها، مفيش أي مشكلة، أنا بحطها علشان أرفع الكيك أكتر. في بولة هنزل من البيض والفانيليا، والبيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش أبدا أكون مطلعاه من التلاجة واشتغل بيه، هيخلي الكيكة تفشل معايا. هنزل بباقي المكونات، المحسن والبيكنج باودر والفانيليا والمية، ورشة الملح والدقيق. بالنسبة لمحسن الجل وكمان ممكن تستغني عنه وتحطي معلقة خل، برضو بتكون مادة رافعة حلوة قوي. وعايزة أقول على محسن الجل، هو بيبقى لونه زي الفازلين كده شفاف، بس لو لقيتيه لونه بقى أبيض منك ولونه بقى عامل زي الكريم كده، مفيش مشكلة، هو مش بايظ أبدا، اشتغلي بيه. هو بس مش هيديكي نفس الكفاءة اللي بيديها المحسن الفريش، بس هو تمام شغال وهينجح معاكي. هضرب كده على سرعة متوسطة وبعدين هنزل الاسباتيولا اللي على الجناب علشان كله يختلط، وبعدين هرجع اضرب على سرعة عالية لحد ما اللون يفتح والقوام يبقى كريمي. تمام. بلاحظ هنا ان اللون عمال بيفتح معايا والقوام بيتغير. تمام. هنا وصلت بقى للقوام المطلوب، وهو ده القوام الصح بتاع السبونج الناجح. عندي هنا صينية مقاس 24، هفرشها ورق زبدة. انت لو ما عندكيش الصينية دي ما فيش اي مشكلة، اشتغلي في الصينية العادية اللي عندك. افرشيها ورق زبدة واعملي لها انت حواف برضو من ورق الزبدة. يعني هتجيبي الصينية هتدهني الحواف بتاعتها كده بزبدة مش زيت علشان الزيت بينشف، وبعدين هتثبتي عليها ورق الزبدة، هتديكي نفس النتيجة. هنا انا خدت القياس بتاع الصينية، قده بالظبط، لا اكبر ولا اقل، علشان الورقة لو مش مظبوط قياسها هتبهدلي القاع بتاع الكيك. هنزل هنا بالخليط بتاعي، المقدار ده تقدري تشتغلي فيه في صينية 20 22 24 وكمان 26. أنا هنا اشتغلت في صينية 24. هنزل بقى كده بالكيك بتاعي وهسويه يمين وشمال وفي كل حتة، علشان ما يطلعش جنب أعلى من الجنب ويبقى الكيك شكله مش مظبوط. لو أنتِ ما عندكيش صواني، على فكرة ممكن تشتغلي في الحِلَل، يعني عندِك حلة جرانيت أوكي، عندِك حلة حتى بإيد برضه مش مشكلة، غلّفي الإيدين بتاعتها بورق فويل ودخّلي الفرن ما فيش أي مشكلة. الخليط بتاعنا هنا هيدخل فرن على 180 درجة لمدة ساعة إلا ربع، وهاختبره بقى بالخلة زي ما احنا عارفين بالطريقة المعتادة. تمام. هادّي له بس خبطتين كده الرخام عشان أطلّع الهوا منه.
الكيك بتاعنا طلع من الفرن بعد ما قعد حوالي ساعة إلا ربع. طبعًا أنا لمّا طفيت الفرن ما طلّعتوش على طول، خلّيته في الفرن وهو مطفي لمدة ربع ساعة، وباب الفرن موارب علشان ما يحصلوش زي صدمة كده ويهبط مننا. شايفين بقى شكله عامل إزاي ما شاء الله، عالي وخفيف وطري وهش. الكيك طبعًا بيُفضّل إنِّك أنتِ تعمليه من بالليل وتشتغلي فيه الصبح، أو تعمليه الصبح وتشتغلي فيه آخر النهار، علشان لو عملتيه واشتغلتِ على طول هيفرول منِّك ومش هتبقى النتيجة حلوة. حلو أوي ما شاء الله. شايفين هنا بقى وأنا باضغط كده على الكيك بيطلع وينزل معايا عامل فعلًا زي الإسفنج. ما شاء الله حلو جدًا، جدًا. خفيف وهش وطري وارتفاعه حلو جدًا، جدًا. تقدري تعملي منه حوالي 4 أو 5 طبقات من الكيك، يعني هتعملي تورتاية محترمة. إن شاء الله بإذن الله هنعمل برضه مع بعض تزيين التورتة، وكمان هنعمل مع بعض طريقة الsponge cake البيتي بقى مش الجاهز، هنعمله إحنا بمكونات من البيت. أتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وانتظروني في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.